اهلا وسهلا صديقاتي الاحباء وكل محب التريكو والكروشيه في العالم. معاكم هايدي مكرم من قناة دودو فور تريكو. النهاردة هنعمل مع بعض الوردة الجميلة دي، وهي طبعا بالكروشيه، مختلف شوية عن شغلنا. اغلب شغلنا بيبقى بالتريكو. النهاردة هنعمل كروشيه، هنعملها علشان هنزين بيها الجاكيت اللي هو الاطفال اللي احنا كنا شغالين فيه، اللي هو الترند ده. يلا نبتدي مع بعض. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. هيبقى معانا هنا خيط ابيض، لون خيط ابيض اليز ميدي، ومعانا ابرة كروشيه مقاس 4.5. هنبتدي مع بعض. هنعمل 4 سلاسل. هنعمل 4 سلاسل. بعملها كده اهو، بلف لفة كده، وبعدين اعمل ادي 1 2 3 4، وبعدين هقفلها بمنزلقة، وبعدين هعمل 1 2 3 سلاسل، وبعدين هشتغل نص عمود، وبعدين سلسلية، بعدين نص عمود كمان. نص عمود بنروح سحبينها مرة واحدة، سلسلة، نص عمود، سلسلة، نص عمود، لغاية ما يتكون عندي 10 باللي هي ال3 سلاسل الاولانيين. سلسلة كمان، نص عمود، سلسلة، نص عمود. هعمل 10 وارجع لكم تاني. كده عملت اللي هما 10 اعمدة بحساب السلسلة دي كمان، يعني 9 اعمدة وزائد 3 سلاسل اللي احنا كنا عاملينها. بعد كده هقفل بمنزلقة. بعد كده هعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبعدين هبتدي اعمل اللي هي غرزة البفة دي. هنعملها ازاي؟ هلف لفة وبعدين انزل اخد لفة. دي 1 2 3 4 5 6، وبعدين الف تاني وادخل في اللي بعديها الفتحة اللي بعدها. 1 2 3 4 5 6. كده عملنا ادي 6 و6. هنروح سحبينهم مرة واحدة، وقافلينهم، وبعدين اعمل 4 سلاسل تاني. 2 3 4، وبعدين هدخل في الفتحة اللي بعديها واعمل منزلقة. ادي عملنا اول بفة، وبعدين اعمل 1 2 3 4، وادخل في نفس الفتحة اللي انا عملت فيها المنزلقة، واعمل تاني زي ما عملت في الاول. 1 2 3 4 5 6، وادخل تاني في الفتحة اللي بعدها اعمل 6 كمان. 1 2
3 4 5 6 واروح سحباهم مرة واحدة وقافلاهم بمنزلقة واعمل 4 سلاسل 2 3 4 واقفلهم بمنزلقة في الفتحة اللي بعدها على طول. بكده احنا عملنا 2 رف، 2 رف زي ده كده 2. هنكمل بقى تاني، اعمل 4 سلاسل 3 4 بعدين ادخل في نفس الفتحة واعمل 1 2 3 4 5 6 واعمل 6 تاني في الفتحة اللي بعدها 1 2 3 4 5 6 واروح سحباها واروح قافلاها. بكده انا عملت 3 ضفات. هكمل الاتنين دول بقى وارجع لكم تاني نشوف بنعمل الجزء ده ازاي. كده انا عملت اخر قف، هبتدي اعمل اللي هما الاربع سلاسل اللي هنا واقفلهم في اخر بمنزلقة كده. دي المقص بتاعي واقفلها كده. هنقلب الوردة بتاعتنا، احنا كنا شغالين كده، هنقلبها الناحية دي. نبتدي بقى نعمل دي، نعملها ازاي؟ هنعمل برضو 4 سلاسل 1 2 3 4 ادخل في اول واحدة واسحب الاخر واعمل 6 بفات برضو 6 لفات 2 3 4 5 6 واروح سحباهم برضو مرة واحدة وقفلاهم وقفلة كمان واحدة. كده انا عملت ايه الجزء اللي هو بيتركب كده هنا اهو. هقص برضو واقفله. ابتدي اركبه بقى ازاي؟ ابتدي اسحبها من هنا كده، فتلة من هنا، الفتلة التانية من هنا، ابتدي اربطها كده. طبعا انا سايبه الفتل دي كلها الفتله دي عشان بعد كده ممكن نبقى نثبت بيها في البلوفر مثلا زي ده كده.
يعني ده الوردة دي كده هتثبت في البلوفر بالإبرة، مثلا من الفتلة دي بنحطها في الإبرة ونبتدي نثبتها جوه البلوفر، وهنشوف ان شاء الله لما اخلص البلوفر هنثبتها ازاي. كده اهو، كده خلصنا الوردة بتاعتنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.